بعد إذن صينية البسبوسة وصينية الكنافة، بس فيديو النهاردة مختلف شوية. احنا النهاردة هنفرز التوم مع بعض، وهقول لكم على كل الأسرار اللي تحفظ معاكي التوم من السنة للسنة، وتخليه كمان ولا يغمق منك ولا لونه يغير خالص، ويفضل على لونه أبيض زي ما انت شاريه. وكمان هقولك على أبسط طريقة وأسهل طريقة ان انت تفرزي بيها التوم من غير ما تستني لحد ما ينشف ويبقى صعب عليكي ان انت تقشريه. تابعي معايا الفيديو. انا اسمي حنان، والرهان معايا دايما كسبان. زي ما انتم شايفين دي كمية معايا 5 كيلو من التوم. ماما ربنا يبارك لها هي كانت جايباهم لي، وهي يعني قشرت لي الجزء اللي فوق ده وشالت لي العروش بتاعة التوم علشان ما يبهدلش عندي الدنيا. وهنا انا بدأت ان انا زي ما انتم شايفين بالسكينة بشيل القمع اللي تحت بتاع التوم، اللي هي الحتة المدورة اللي ناشفة من تحت دي اللي عند راس التوم من تحت، وببدأ ان انا افصصه بالطريقة دي. انا مش بفصص القشر، لا، انا بيبقى القشرة لسه بتاعته طرية، فبيتفرم بقشرته زي ما هو. بس انا كل اللي بعمله ان انا بفتح عن التوم. شايفين العود اللي جوه ده، ده عود ناشف، فلازم ان انا اطلعه. وبعد ما طلعت العود اللي جوه ده غسلت التوم بتاعي، وهسيبه ان هو يتصفى على جنب شوية. عبال ما يتصفى شوية تعالوا نحضر العروش الخضراء. والعروش الخضراء دي اللي انا بعملها علشان احفظها للسمك. انا هنا غسلتهم الاول لان انا مش عايزة مية كتير تدخل في قلب العرش الاخضر ده، فغسلتهم الاول وهبدأ ان انا اقصقصهم بالمقص زي ما انتوا شايفين. لما باجي اوصل لاخر العرش من تحت اللي هي بداية الراس، بلاقي حتة ناشفة بتقابلني، الحتة اللي انا شلتها في الراس التوم الاولانية. برضو ديت انا مش بدخلها معانا لان هي ممكن تكسر سلاح الكبة بتاعي. فانا بفتح كده الحتة الاخرانية، وابدأ ان انا اطلع العود الناشف اللي جوه التوم علشان ما يأثرش على سلاح الكبة. وهنا بعمل لكم واحدة كمان. انا بقصقص، واول لما احس ان المقص خلاص كده وقف في حيطة سد زي ما بنقول، بفتح الحتة الاخرانية دي واطلع العود الناشف اللي جوه. وعايزه اقول لكم ان ده افضل وقت ان انت تفرزي فيه التوم، ما تستنيش لما ينشف، لان لما بينشف بيبقى صعب قوي عليكي ان انت تقشريه. بعد كده هاخد العروش الخضراء ديت برضو عشان ما اضرش بالكبه بتاعتي، وعلشان اخد احسن فرمه ليها، بحطها في كيس واحطها في الفريزر. ولما بتتجمد بفرمها وهي متجمده. يعني اي حاجه بتلاقيها هتضر عندك بالكبه حطيها في الفريزر تتجمد، وفرميها وهي متجمده هتتفرم معاكي بطريقه سهله جدا. بس كده حطيت في الفريزر عبال ما يتجمد العروش الخضراء. هبدأ ان انا افرم التوم بقى. انا خدت هنا حوالي تقريبا كمية، نقول كيلو من التوم. كيلو من التوم قبل الفرم مثلا، كيلو من التوم بعد ما فرمتهم ووصلت للشكل اللي انا عايزاه. هي دي بقى الاضافات اللي هتبقى السر اللي هتحفظ معاكي التوم. معايا هنا ربع فنجان من الخل، وحطيت عليهم نص فنجان من الزيت، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. الاضافات تاني: ربع فنجان خل، ونص فنجان زيت، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر. وهفرمهم تاني فرمة سريعة جدا في الكبة. انا مش هفرم كتير، هفرم فرمة سريعة بس لحد ما يوصل ان يبقى فيه قوام كده زي الفوم. هو الفوم ده اللي بيحفظ لي التوم من السنة للسنة. وهوريكم في اخر الفيديو لون التوم اللي انا حافظاه من السنة اللي فاتت. هوريكم لونه عامل ازاي والفرق، يعني يكاد يكون مفيش فرق ما بينه وما بين اللون الجديد. وهنا كانت العروق الخضراء برضو معايا اتجمدت في الفريزر. وبعد ما اتجمدت في الفريزر طلعتها فرمتها في الكبة، واتفرمت ما شاء الله بسرعة جدا لان هي متجمدة. لكن لو كانت على لونها، يعني على طريانها زي ما هي، كانت هتفتل كده وما كانتش هتتفرم معايا احسن حاجة. وبرضو هنا حطيت السكر والملح، وحطيت الزيت، وحطيت الخل برضو مع العروش الخضراء. فهتلاقوا اللون الاخضر ده بقى محاط كده بلون ابيض زي فوم ابيض كده. هو الفوم الابيض ده اللي بيحفظهولي. ومهما قعد التوم في الفريزر، التوم عمره ما مش هيتجمد، يعني مش هيتجمد بدرجة تجمد المية مثلا، لا. هتطلعيه من الفريزر بالمعلقة كده هتلاقيه يطلع معاكي بكل سهولة. وهنا انا كنت كملت كمية التوم الابيض كله. وهبدأ ان انا اعبيه في علب تلاجة عادي. عايز تحفظيه في اكياس براحتك، عايز تحطيه في علب كده زي ما انا حطيته برضو، يعني كل واحد وعلى حسب المتاح عنده. وهوريلك دلوقتي شكل العلبة اللي كانت عندي من السنة اللي فاتت، محافظة على لونها زي ما هي. وعايزة اقولك ان كمان السنة اللي فاتت كنت خلطة الاخضر مع الابيض، ما كنتش عاملة ده لوحده وده لوحده.
وبس كده خلصت طريقتنا في تفريز الثوم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تدعولي بالشفا علشان البرد خلاص جاب اخري والله. وبس كده يا حبايبي، كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب دايما بألف خير. شكرا ليكم والسلام عليكم.